انا بالفعل انا اوريدي اتطلقت. هو جوزي ملزم يوفر لي شقه اعيش فيها بعد الطلاق؟ فهو جوزي دلوقتي ملزم يديني نفقه بعد ما طلقت؟ انا فعلا بالفعل خلاص انا اوريدي اتطلقت، ينفع اخد منه نفقات دلوقتي ولا لا؟ قايمتي وعزالي والحاجات اللي كان ابويا جايبها لي قبل الدخول، دلوقتي القايمه دي كلها عنده، موقفها ايه بقى؟ انا طلقت هاخدها ولا راحت عليا ولا هتبقى موقفها ايه؟ هنتكلم في كل الحاجات دي النهارده مع بعض ونجاوب فيها مع بعض النهارده. الست اللي بتسأل النهارده يا جماعه على موضوع النفقه، على موضوع الشقه، على موضوع القايمه، الحاجات دي كلها هي طلقت وبتدور الحاجات دي كلها هيبقى من حقها ولا لا؟ هتاخدها ازاي؟ احنا قلنا هنجاوب مع بعض النهارده على اول نقطه، نجيب من الاخر كده موضوع القايمه. القايمه ده قلنا مره واثنين ان ده حق، مش حق شرعي، حق جنائي، بيبقى قضيه زي ايصال الامانه كده، قضيه تبديد. في حاله انت اتطلقتي، في حاله انت اتخلعتي، يعني حتى لو رفع خلع، القايمه دي من حقك، بترفعي بيها دعوه بره قضيه النفقه. ممكن ترفعها يعني ايه؟ مش شرط ترفعها في محكمه الاسره، كمان ممكن ترفعها جنائي في المركز. ده كلام واضح في موضوع قضيه القايمه. قضيه القايمه دي بره قضيه الخلع، قضيه الطلاق. انت ممكن ترفعي قضيه القايمه وانت مقيمه مع زوجك، يعني انت في حاله قيام الحياه الزوجيه انت بتطلبي بتاخدي حاجتك، قايمتك بتاخديها، مش شرط يكون فيه بقى خلع ولا طلاق عشان تاخد العفش بتاعك. بره موضوع القايمه، بره الاثنين دول، بره الخلع، بره الطلاق، بره اي حاجه، عشان الموضوع ده شاغل عالم كتير وعالم كتير بتسالني فيه. لا، القايمه بره موضوع الخلع، بره موضوع الطلاق، اتعامل فيه كانه حق ليك، كانه ايصال امانه انت مديه لواحد وبتطالبه بيه في اي وقت. النقطه الثانيه، الجزئيه الثانيه في السؤال هي حته في موضوع الشقه. انا اتطلقت، هل هو ملزم دلوقتي يوفر لي شقه اقيم فيها؟ بعد الطلاق مالكيش حق ان تاخدي شقه ولا تقيمي في شقه. الراجل اللي طلقك مش ملزم يجيب لي شقه تقيمي فيها تعيشي فيها، لا دي مش من حقك. حقك امتى؟ لو فيها اطفال، لو انت حاضنه، لو انت حاضنه هو هيجيب شقه للاطفال ماسكه للحضانه. انت بقى بدورك كأم حاضنه هتقيمي مع اولادك، لكن ليكي لوحدك يبقى ليكي مكان اسمه مكان الزوجه المطلقه. يعني هو لو مطلق 4 يجيب لهم 4 شقق كده، مش معقوله يعني. لكن هو مكان الحضانه، انت كأم عندك طفل، عندك 2، عندك اكتر، فيه هو هيوفر مكان لحضانه اطفال. المكان ده انت تقيمي فيه مع اولادك بصفتك حاضنه، وليس ان انت واخده المكان ده بحكم ان انت مطلقه. موضوع الانفاق بعد الطلاق، هو دلوقتي طلقني وسايب لي عيال وفي انفاق، انا بصرف، انا بعمل، انا طلباتي كتير، انا عليا جمعيات، انا عليا ديون، الراجل ده هيعمل معايا في الحاجات دي كلها. نوضح على طول، في اطفال هو هيصرف على اولاد. انت مطلقه وليكي حقوق شرعيه، هو هيديك الحقوق الشرعيه. ملزم؟ ملزم. حته ان كان ليك عده متعه مؤخر، هو حتى هو لو تاخر فيها ليك الحق في رفع دعاوى قضائيه بتطالب فيها بالحاجات دي. الخلع، الطلاق جاي على ابراء، مالكيش حق في الحاجات دي. الطلاق جاي بالخلع، مالكيش حق في الحاجات دي. سواء خلع او طلاق على ابراء مالكيش حقوق شرعيه عنده. لكن لو طلاق بحكم محكمه او طلاق غيابي ليك الحق ان انت يبقى ليك عده متعه مؤخر. الحقوق دي اديها لك بالمعروف تمام، اديها لك بحكم محكمه تمام. لكن انت كمطلقه ليك عنده نفقات بعد الطلاق، لا مفيش. نفقات اللي هي ايه؟ بعد الحقوق الشرعيه، يعني بعد طلاقك بسنه ولا 2 انت اتعذرتي، انت اتدينتي، انت مطلقه فلان الفلاني، هل هو فلان الفلاني ده ملزم ان يروح يسدد ديونك ولا انت خدت قرض من الحته الفلانيه يروح يسدده لك؟ انت عليك ملزم؟ لا. لكن كحقوق لاولاده لا، طول العمر لحد ما يبلغوا، لحد البنت ما تتجوز. لكن ليكي انت ما فيش حقوق غير حقوق الشرعيه اللي ربنا موضحها لك، كانت عده متعه مؤخر، نفقت عده، نفقت متعه، الحاجات دي كلها اداها لك بالمعروف، اداها لك بالحكم محكمه. لكن بره دي مش ملزم يوفر لك شقه، مش ملزم يديكي نفقه، مش ملزم يجدد لك عربيتك، مش ملزم. الحاجات دي كلها بره دايره الراجل بعد الطلاق. له حقوق شرعيه عملها، بعد الحقوق دي كلها
غير مطالب لا بشقه، شقه هيبقى الاولاد وانت هتبقى حاضنها مع الاولاد زي ما وضحت. العفش من حقك، الشقه من حقك كحاضنه، لكن مش من حقك تطالبيه بشقه ليك انت كمطلقه له. القايمه من حقك، النفقات الشرعيه الموجبه عليه من حقك، لكن بره دي لا مش من حقك. اتمنى اكون جاوبتكم، وفي انتظار اي سؤال لكم جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.